ما هو بقى كده سبحان من غير الأحوال من حال لحال. ما كانوش بياكلوها ولا بيحبوها، دلوقتي هما اللي بقوا يطلبوها. أقسم بالله العلي العظيم أنا الصينية دي عملتها مرتين في أسبوع واحد بس. عملناها مرتين من جمالها وحلاوتها وطعمتها، والله ما كانوا بياكلوها، بقى هما دلوقتي اللي يطلبوها. اعمليها كده هوت لأولادك. وبعد ما كانت ربع كيلو ما بتتاكلش، عملنا الصينية دي كلها، وبسم الله ما شاء الله فعلا نسفوها. والمرة دي برضه واثقة ومتأكدة ان هما برضه هياكلوها. المهم احنا دلوقتي عملنا ايه؟ حطينا بصلتين كبار في قلب المفرمة، وحطينا كمان فلفل حار وفلفل رومي، وابتدينا ان احنا نفرمهم فرم ناعم جدا. وجبنا هنا هو بقى الصينية بتاعتي، حطينا فيها قطعة من السمنة، ونزلنا باللحمة المفرومة بتاعتنا اللي هي حوالي نص كيلو من اللحمة المفرومة. ابتدينا كده بقى نشوحها مع بعضيها، وبعد ما اتشوحت معايا هننزل بكل كمية الخضار اللي احنا عملناها. هننزل بقى بالبهارات بتاعتنا، ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة ناشفة وسبع بهارات، واهم حاجة ما ننساش رشة القرفة، بتغير الطعم خالص، بتودي كده اللحمة المفرومة في حتة تانية. بعد ما شوحناها كويس جدا كده واللحمة المفرومة بتاعتنا استوت، هنشيلها بقى ونحطها في طبق كده على جنب. في نفس الطاسة اللي احنا عملنا فيها اللحمة هننزل بكيلو وربع من الكوسة المتقطعة حلقات، وقطعة كده من السمنة. هنبتدي ان احنا نقلبها كويس جدا لغاية لما الكوسة بتاعتي احس انها دبلت شوية وبقت 50% سوا. هنزل كده بقى باللحمة المفرومة بتاعتي على الكوسة واقلبهم في بعض كده لغاية لما احس ان هي الكوسة واللحمة شربوا كده من طعم بعضيهم. وبعد كده هنعمل بقى البشاميل. كيلو من اللبن، معلقتين من النشا، نص كوباية من الدقيق، رشة ملح، رشة فلفل اسود، ورشة توم بودرة وبصل بودرة. وهنحط كمان ربع معلقة من السكر. السكر بيفرق جدا في طعم البشاميل، بيخليه بيروح في حتة تانية. رفعناها على النار مكعبين زبدة، وهنبتدي نقلب فيها لغاية لما تستوي معانا وتتقل. نص كده بقى البشاميل اللي احنا عملناه هننزل بيه على الكوسة باللحمة المفرومة، وهنبتدي نقلبها كويس جدا بالطريقة ديت. وبقية الكوسة هننزل ببقية البشاميل هننزل بيه على الكوسة من فوق، وهنسوي كده الصينية بتاعتنا زي ما انتم شايفين، وهندخلها بقى كده الفرن. شوفوا شكلها عامل ازاي، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، طالعه سايحه ونايحه في نفسها، وكانت خطيره. لو انت عايزاها تمسك نفسها شويه هتسيبيها تبرد، وهتلاقيها احلى كوسه